الله أكبر الله أكبر. يقول دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من الطائف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هل هو صحيح أم لا؟ هذا الحديث ضعيف في الأصل، فيه عنعنة بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مدلس، وإذا قال في الحديث عن، قال في السند عن، تتسمى عنعنة، والعنعنة من المدلس لا تقبل حتى يتبين أنه قال في طريق آخر أو غيره حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، يكون اتصال. أما عن وأن، العنعنة والأنأنة والقول، هذه ثلاث صيغ هي تساعد على التدليس ولا تدل على اتصال السند. فالحديث المشهور فيه أنه من طريق ابن إسحاق، وما أعلم في حدود علمي أنه جاء من غير طريق ابن إسحاق، فهو ضعيف في الأصل، ولكن الناس شق عليهم أن يكون هذا الحديث ضعيفا لجماله ولتأثيره والخشوع الذي فيه. اللهم إليك أشكو ضعف قلتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. جميل هذا الحديث هذا، والكلام اللي فيه صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع، مناجاة الله عز وجل. ولكن من جهة السند فيه عن عنس بن إسحاق، وهذا لأجل ذلك ضعفه العلماء، لأجل ذلك ضعفه العلماء. وكان بعض أهل العلم بالسيرة في زماننا هذا وحضرنا له السيرة، وهو الشيخ محمد أمين المصري رحمة الله عليه، وكان عالما وأستاذا تربويا كبيرا وله فضائل على طلاب العلم. كنا نحضر له درس السيرة في مسجد الجامعة في 76 77 78 في هذه الحدود ميلادية. وكان لما جاء إلى هذا الحديث، حديث الطائف اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، تلاه بطريقته اللبقة وبعلومه وقدرته رحمة الله عليه، وقال ضعفه الشيخ الألباني، وما ينبغي للشيخ الألباني أن يضاعف مثل هذا الحديث، أن يضاعف مثل هذا الحديث. فكنا نحن طلابا، فنحن مع الشيخ الألباني تلاميذ ومقدرين وممتنين بما يقدمه لنا، ومع شيخنا محمد الأمين المصري بقينا معه في علومه وفي الاستفادة منه، وما هذا الخلاف لم يفسد لنا ودا ولم يغيرنا كما يتغير أبناء الزمان. هذا شيخنا وهذا شيخنا، ونحن نستفيد من جميع شيوخنا الذين عندهم الفائدة العلمية والنفع العلمي، نستفيد منهم. فإذا الحديث متكلم فيه لأجل عنعنة بن إسحاق، وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير ورواه غيره أيضا، وحصلت فيه مناظرات هذا الحديث كما حصل بين أبي بكر بن الجعابي والطبراني، حصلت مناظرة حول هذا الحديث معروفة عند المحدثين.